الكوهيرنس بيز جينيالوجيكال ميثود او تبنى اي طريقه، وهات لي النسخه اللي انت توصلت بهذه الطريقه بيها ان هي النص الصحيح وتدافع عنه. ايوه، وانت هتنقضها ازاي يا دكتور احمد؟ بالعقل والمنطق يا استاذ جو، يعني ايه هو بالعقل مش قايمه على والمنطق؟ العقل والمنطق. طيب بيقع طب وهي فين العقل بتنقد ازاي والمنطق ده يا برضه يا دكتور استاذ جو؟ احمد؟ طب وهي يعني بتنقد ازاي يا استاذ جو؟ يعني لما تحب تنقد فكره تنقدها انا بايه؟ قلت لك منهجي هو منهج تشايلدز في الدفاع عن القراءات القانونيه. والله يا فندم حضرتك قدم المنهج، ولو الكلام منطقي هنقبله، لو الكلام مش منطقي هنرفضه. ليه حضرتك مش عاوز تعرض المنهج؟ اعرضه، مفيش مشكله. حضرتك عايز تتبنى القراءه القانونيه طب بغض ما فيش النظر عن مشكله، اصالة قريب القراءه، قريب تبنى، قريب مفيش مشكله. قريب هعمل روم عن منهج تشايلدز وادعوك تيجي الروم دي. يا يا اتفقنا؟ يا استاذ جو، يا استاذ جو، انت حضرتك بتطولها وهي ما اسهل. طولتش حاجه. انت حضرتك لو شرحت كده هيطلع كلام بسيط والله. فيلا ما هو انا اقرا ما هو انا الصراحه يا دكتور احمد ادعي النص ان انت النص اللي ما انت تعرفش بتتبناه منهج وخلاص. تشايلدز. الصراحه انا ادعي كده. والله ف... يا فندم انا ما قريتوش فعشان بصراحه، كده بس انا بقول انا لحضرتك اهو. ايه المنهج معلش ما اللي سمعتش انت الجمله. هتقوله ما قريتوش والله، ما طب قريتش امال المنهج ايه؟ اصلا. طب ما يعني قريتوش. هتهاجمه بس انا بالعافيه يعني؟ متاكد ان انت، انا اقول لك يا استاذ جو، انت حاجه بتيجي على حاجه تافهه وبشلل ومش عاوز تقولها ومكسوف منها، فبتقول قريته ولا ما، هي هتطلع في الاخر فكره تافهه. فكره بتتبنى القراءه اللي مثلا تبناها الاباء مثلا بعيدا عن المخطوطات مثلا، ولا حاجه ثانيه، هتلاقي حاجه تافهه كده. فحضرتك حاجه قول القاعده تافهه؟ اللي انت عاوز تتبناها وندفع عنها. يعني طب قولها يا يعني استاذ جو. يعني انت ما تعرفش المنهج وبتقول عليه حاجه تافهه كده وخلاص؟ بص يا استاذ جو، جزافه. العبره ايه؟ مش العبره انت مش بالايه بتقول يا حضرتك. دكتور احمد ان انت تقدر تنقده؟ يعني انت يا دكتور يا استاذ تقدر جو، انت تنقده بقى وانت ما خايف تعرفوش؟ انك تقدم القاعده اللي انت بتتبنى عليها كلام. يا سيدي انا وحش، قدم القاعده طيب ما انا بتاعتك. بقول لك انت ما ليه انا بقول خايف لك تقدمها؟ هفتح روم هعرض فيها القاعده واطلع انقدها. انت ليه ما ما تعرفش تقولش في القاعده، حوار؟ انا ليه ما هعلمها تقولش لك يا في دكتور حوار يا احمد بسيط واطلع. يا استاذ جو؟ انت حضرتك مصمم انك هعلمك القاعده في تقنعني. الحوار يا دكتور احمد. صدقني انا مصمم ان انا اسقط الحجه بتاعتك يا بغض النظر دكتور عن احمد انت ما اهانه الادب. تعرفهاش. يا فندم حضرتك اطرحها، انت ليه مكسوف منها؟ هي ملابس ده داخليه انا لا بقول لك مؤاخذه. هعرضها في ما روم تطرحها مكسوف يا فندم. منها، بقول لك هعرضها في روم مكسوف منها. يلا دلوقتي حضرتك اطرحها قدامي، وانا دلوقتي هقول لحضرتك لو هي صح هقبلها، لو هي غلط مش هقبلها، لو انا مش عارف ارد اقول لك مش عارف ارد وخلاص. ليه حضرتك مش عاوز يبقى في نقاش فيها يعني؟ انا قلت مش عايز، ده انا بقول لك هعمل روم واعرضها يعني ما هو ده واعرض انك تيجي الروم. تعرضها روم وتعرضها معناها ايه؟ معناها انك انت معناه هتهاجم ان انت مش القاعده. عارف انا عاوز القاعده احاور وانا حضرتك، هعلمها انت لك برضو وتيجي مصمم تنقدها. على اهانتها. لا لا يا لا جماعه لا 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 جو لا 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 عارف لا. القاعده وهيجي يعلمها لي. يا استاذ جو انت مكسوف، والله مكسوف. انت لو عندك حاجه قولها. لو عندك، انا والله بتحداك انك تجيب اي قاعده تعرف بها القراءه الاصليه. اتحداك لو وقفت على شعر راسك شفت؟ كده اهو انك ده تجيب اهو ده النص الاصلي دليل لاي ان انت ما قاعده. تعرفش ايه هو منهج تشايلدز. ما هو ده الدليل ان انت ما تعرفش منهج تشايلدز. انت ما انت عندكش هتنقد غير حاجه ما ان احمد تعرفهاش يا الشامي دكتور ما احمد؟ يعرفوش اي حاجه غير كده، مش احمد الشامي ما هتنقد حاجه ما يعرفهاش. تعرفهاش قدم اي طريقه لمعرفه برضه؟ النص الاصلي. فين ايه علاقه ده بقى؟ ايه الغلط في ده؟ ايه الغلط برضه في ده؟ استحلفكم بالله الحي. قدم لي اي طريقه تعرف بيها اللي كتبوا متى ماشي. ومرقس ولوقا. ايه الارهاب في كده؟ ايه طب الكارثه في كده؟ انتقد انا لي منهج مستغرب والله. الكوهيرنس بيزد ميثود يا دكتور احمد، يلا. هو الكوهيرنس بيز جينيالوجيكال ميثود طريقه غير قادره على استعاده النص الاصلي. هي طريقه بتعتمد على منهج الاختزال. انك انت بتشوف القراءات اللي منهج موجوده الايه؟ في مخطوطات الاختزال؟ متاخره. الاختزال، طب كمل يا قراءات دكتور. متاخره موجوده في مخطوطات متاخره بتحمل نص مبكر، بتفرق ما بين التاريخ الكربوني وما بين التاريخ النصي. ده حضرتك اللي عاوز بيعمله تعمل الكوهيرنس الطريقه دي. بيزد جينيولوجيكال ميثود يا دكتور احمد. طب يا دكتور والله احمد، يا طب استاذ، والله ليك في الشغل. اه ده اتفضل تحدي اتفضل. كمان على التحدي الاولاني. معلش ثانيه، اتحداك يا دكتور احمد تجيب عالم شرحها زي ما انت بتشرحها كده. معلش ثانيه خليك معايا. اتحداك تجيب عالم بيقول ان هي قائمه على اللي انت بتقوله ده. ثانيه واحده. يا يعني جو انت يعني يعني اللي انت اللي شايفه انت يا دكتور احمد. استنى يا محمود، في ايه؟ مش بنتكلم؟ طب لما تيجي يا يا دكتور عم احمد قول لي. انت هتحسسونا بنتكلم يا كده ان محمود، في الكلام ايه؟ دخل في جد ولا ايه؟ ثانية يا محمود، ثانية واحدة. امال احنا بنهزر يا محمود؟ ما بحبش الكلام الجد يا جو. حضرتك موجود يا دكتور احمد؟
موجود دلوقتي يا دكتور احمد؟ مش مشكله بالليل، مفيش مشكله. ليه؟ ايه؟ بيتكلم حد عنده. بص يا دكتور جو، اتفضل. انت حضرتك حوار احمد بيفهم ولا احمد مش دارس؟ لا وانا خالص، مصمم بالعكس. ان حضرتك تقدم طريقه نعرف بيها والنص بتاع له. ايه هي انا السي بي كل جي ما ام؟ اجي اقول لك ايه، انت حضرتك يا اخي طيب انا جاهل، خلاص، انا امي يا اخي. اتعلم وتعالى يا دكتور احمد. اقول لك ايه طيب؟ كل ما اجي اطلبك يا استاذ جو، كل ما اطلبك يا استاذ جو انك تقدم اي طريقه بتهرب من انا طريقه بقول احمد لك الشامي جاهل. اهو، بقول لك معلش اهو طريقه والله السي بي جي والله ام يا جو. اهو. يلا. يعني مش فاهمها فيبقى محدش فاهمها. ما فيش عالم فاهمها اصلا. انت عارف لا لا يا لا يا دكتور جو، احمد لا ان العلم النص انت عارف يا دكتور ده خالص كومبيوتيشن يا جو. موديل يا دكتور احمد. يعني ايه انت محدش فاهم؟ حضرتك بتقول كلام عاوز توهم به الناس ان الطريقه دي فعلا قابله للتطبيق. اتفضل يا فندم، انت هات لي ايه اللي بيها طريقه اي قابله نص صحيح، للتطبيق؟ هو مش طالع اي منها نص يا قراءه دكتور احمد؟ صحيحه. يا استاذ جو بطل اسئله، جاوب. استعمل لي هذه الطريقه في انك توصل اجاوب ايه يا للنص دكتور احمد؟ الاصلي. انت عايزني اعلمك؟ تعرف تعمل كده؟ لا حول ولا قوه. ده كومبيوتيشن اتفضل موديل طلع اهرب يا منه استاذ نص، جو، انت بتقول ان هو انت غير قابل كل للتطبيق. نقاشك احمد الشامي جاهل. لو سمحت اديني اجوبه. استعمل الطريقه دي في النص الصحيح. ايه ما انا الغريب في اديتك السؤال ده يا اجوبه، اخي؟ ما انا اديتك اجوبه، اهم حاجه غريبه والله. ما انا اديتك اجوبه يا دكتور احمد. انت ما مم. تعرفش، انت ما تفهمش ده كومبيوتنج موديل، هي دي الاجوبه يا كومبيوتيشن استاذ موديل يا جو. دكتور احمد يعني قابل للتطبيق. نظام بيطلع نتائج، ازاي مش قابل للتطبيق يا دكتور احمد؟ وبالتالي ليه حضرتك منظرين، ازاي ما بالراحه حدش بس يا فاهمه يا استاذ جو، دكتور احمد؟ يا استاذ جو انا جاهل وما بفهمش، طيب انا ما خلاص روح بفهمش حاجه اتعلم خالص. وتعالى يا دكتور احمد. طيب هو ده اخرك بقى يا استاذ جو. معلش، كل ما ما انا بقول لك اسالك احنا فيها تقول لي انت اهو. ما تعرفش، اثبت لي انت عدم جاهل. قدره السي بي شوف جي ام انا على بختصر استعاده معاك النص الطريق، الاصلي. يلا. انا بختصر معاك الطريق. يلا يا عاوزني دكتور جاهل، احمد انا يلا. بختصر معاك الطريق. طب عاوزني يلا يا امي، دكتور انا احمد، احنا مش بختصر في معاك الطريق. النقاش. يلا. يلا. يلا اثبت لي معلش يا استاذ عدم جو. قدره السي بي جي ام على لا انا جاهل يا فندم، انا طب انا ما عايز ايه اعرفهاش اصلا، طيب؟ انا جاهل. طب عايز ايه دلوقتي؟ اتفضل يا فندم حضرتك جاوب على السؤال. يعني اعلمك حضرتك دلوقتي وتنقدها يا لا دكتور جاي اسلم احمد؟ عليك يا استاذ اعلمك جو. وتنقدها؟ لا يعني علمني انت وابو انت امي. معرفتك عن السي بي جي ام ان هي حاجه بتجيب الكومون انسيستر اللي هو استاذ عملها جو روبرت لو والز سمحت، قبل ما ينظروا لها. يا استاذ جو، لو سمحت يا استاذ جو، طبق اي طريقه انت عاوزها في معرفه ما انا النص بقول لك الاصلي. اهو السي بي جي ام. اتفضل يا فندم. سي بي جي ام يا دكتور. طبق يا فندم، هو انت اتطبقت هتسميها سي وطلعت بي الاي جي ام سي ويبقى ام. انت كده طبقت يا يا حول فندم؟ الله يا رب. طبق. اتطبقت واتعملت الاي سي ام في رسائل الكاسيليكون. اتطبقت. ايه اللي طبق؟ ما هي جميل قوي، اتطبقت. جميل قوي. فين في هل الرسائل طبق؟ الكاثوليكون؟ في رسائل الكاثوليكون فين؟ في في الايديتيو الاي كريتيكا ترينيتي مايور يا بروجكت دكتور احمد. ولا في الايديتيو كريتيكا مايول؟ اه. في وصلوا للنص الاصلي في الايديتيو كريتيكا مايول؟ حضرتك متاكد من الكلام ده؟ في رسائل الكاسيليكون يا دكتور احمد. قالوا احنا وصلنا للنص الاصلي. طب انا بتحداك قدام الناس ده هي كلها الان انك تجيب لي عباره قالوا فيها هذا. بيتر جاري في ميس اند ميستيكس يا دكتور احمد. ده دكتور احمد بجد انت ما تعرفش عنها حاجه فعلا معلش يعني. انا جاهل، معلش فعلا ده في النيو ابروتش يا دكتور حقك احمد. عليا والله. النيو ابروتش اول فصل، النيو ابروتش تو ذا تكستشوال كريتيسيزم اول فصل بتاع بيتر بتاع مين جاري. بقى؟ بيتر حلو جاري قوي. انا عاوز من نسخه اول فصل. الايديتيو كريتيكا مايور كده ان هم قالوا احنا وصلنا للنص الاصلي. اتفضل. طب انت عارف يا دكتور احمد تعريف الانيشال تكست عند بيتر جاري ايه؟ مفيش مشكله اجاوبك بعد ما تحقق. انت عارف ايه؟ عارف معناه ايه بجد؟ علشان انا بجد انت فاكر ان هي ده الانيشال تكست ده مختلف عن الاوريجينال. انت عارف تعريفهم ايه الانيشال تكست؟ اختلاف ترمينولوجي عن الاوريجينال تكست يا دكتور. طيب ما تقول يا دكتور احمد، يلا قول، ما احنا في الحوار اهو. يلا. بعد ما تجيب الادعاء اللي انت ادعيته. انت ادعيت ان هم ايه قالوا اللي ان احنا ادعى؟ وصلنا للنص الاصلي. الايديتيو كريتيكا مايور قالوا احنا وصلنا للانيشال تكست، والانيشال تكست عندهم بمعنى الاوريجينال تكست بس. حلو قوي. هات بقى العبارتين دول من عندك. اتفضل. طب ولو جبتهم يا دكتور احمد؟ هعتذر لك، اقول لك ان انا غلطان. يعني ايه تعتذر لي؟ يعني ايه تعتذر لي؟ احنا في لعبه. اي حاجه ينفع عندك تبدا. امال اعمل لك ايه طيب؟ ابعت لك فلوس؟ لا افتح روم اعتذر لي في البابليك يا دكتور احمد. اتفقنا؟ عملت كده هتاخد على خاطرك ومش هتجيب. هو ايه اللي لو عملت كده تاخد على خاطرك؟ انت مش قد كلامك يا دكتور احمد. انت مش بتقول ان مفيش حد قال كده؟ ايه الكلام ده يا جو؟ انت مش بتقول يا دكتور احمد ان مفيش حد قال كده؟
مفيش. انا هقول لك محدش انهم بيقول ان قالوا يا دكتور الانيشال احمد، تكست هقول هو لك ان نص انت ما الاصل. ده تعرفش يا كلام دكتور فاضي، احمد، هقول لك. ده كلام فاضي يا اسطى. يا حول والله الله يا رب. اتحداك قدام الناس دي كلها ان تجيب من نسخه الايديتيف كريت كمايور ان هم قالوا احنا قدرنا نوصل للنص الاصلي. اي النيو كلام. ابروتش طريقه النيو الانيشال ابروتش تكست النيو ابروتش تو ذا هيسموها تكستوال كريتيسيزم اول فصل. نسخه الايديتيف كريت كمايور بتاعه الاي ان تي اف قالت ان احنا ايوه، النسخه ما هي بتاعتنا دي النسخه دي وصلت ما للنص بتمشيش على الاصلي. رجليها يا دكتور احمد. النسخه دي ليها منظرين، معقول ما تمشيش المنظرين على دول رجليها؟ كاتبين كتب. شوف ازاي المنظرين دول كاتبين كتب. بيتر يا جاري، فندم ايليا النسخه هيكسون، تيموثي النسخه ميتشل، بتاعت الرسائل الف حد. التكنيكيه ملهاش مقدمه، مش ذاكرين فيهم، مش ذاكرين فيها ما هو المنهج ذكر انهم بتاعهم وصلوا في انيشال المقدمه. تكست يا دكتور احمد. النسخه مش كاتبه المنهج بتاعها في المقدمه. كاتب المنهج بتاعها في المقدمه. طيب هات لي بقى من المنهج بتاعها ان هم تمكنوا من الوصول للنص الاصلي اللي هو الانيشال تكست. يعني هم ما قالوش ان احنا وصلنا للانيشال تكست يا دكتور احمد؟ والله اتفضل يا فندم. قالوا ولا ما جزء قالوش؟ initial لا لا لا، text مش سكند اتفضل. قالوا ولا للتكست ما قالوش؟ براحتك، اتفضل. قالوا انت ليه ولا ما حضرتك قالوش؟ بتحملني عبء اثبات الدليل المطلوب منك؟ امال انت جاي تقول ما اعرفش بس ولا ايه؟ انت جاي تقول ما اعرفش بس؟ هو اللي بيسال بيتقال عليه لا انت جاي تقول ما اعرفش. لا انت مش جاي تسال، انت مش جاي تسال، انت جاي تحاور، انت مش جاي تسال. انت لو قوي فعلا تجيب هذا الادعاء من كلام. انت حضرتك بتقول تدعي. يا عم هجيب لك كل اللي انت عايزه، هجيب لك كل اللي انت عايزه يا دكتور. بص كل اللي انت عايزه هجيبه لك. بس انت جاي تقول ما اعرفش بس، يعني قول لي ادعائك. هل هم قالوا ولا ما قالوش؟ قدمت اي حاجه تتمسك قالوا في ايدي يا استاذ؟ قالوا ولا ما قالوش؟ قدمت قدمت يا دكتور احمد، قدمت. بيس جينيولوجيكال ميثود بتستعيد النص الاصلي. قلت لي اصل في ناس عملت. قلت لك الناس اللي عملت دي فين قالت ان هي قادره على استعاده النص الاصلي؟ بتقول لي هجيب. ما قالوش قادرين انهم يستعيدوا الانيشال تكست يا دكتور احمد؟ قالوا ان هم استعادوا النص الاصلي. هات لا النص الابتدائي عندهم هو النص الاصلي، هو الانيشال تكست. اختلاف ترمينولوجي. مسمين النص الاصلي النص الابتدائي، مسمينه النص الحداده. مسمينه. انت بقى بتقول انهم بيقولوا استنى بس، وان النص الابتدائي عندهم النص الاصلي. استنى بس يا دكتور احمد، ده انت جميل بجد. استنى، يعني انت بتقول انهم قالوا ان احنا ما نقدرش نستعيد النص الابتدائي؟ لا ده انا بقول لو خلاص ما قالوش. بس ادعائك انهم ما قال، يعني بيتر جاري وايليا هيكسون وكل الجماعه بتوع السي بي جي ام والاديتيو كريتيكا مايور وكل الكلام ده ما قالوش انهم قادرين على استعاده النص الابتدائي. ده كلام. لا انا كل اللي قلته ان نسخه الاديتيو كريتيكا مايور ما قالش الكلام ده. طب وانا قلت نسخه الاديتيو كريتيكا مايور قالت كده؟ انا قلت المنظرين بتوعها قالوا كده. يعني انت دلوقتي النسخه نفسها ما ذكرتش الكرايتيريا بتاعتها؟ لا ذكرت الكرايتيريا بتاعتها، وهو ما حدش عمل منهج ما بينتصرش ليه. ما حدش. هو دكتور احمد، هو احنا جايين نشرح بديهيات يا دكتور احمد؟ طب انا هو يعني انت جاي تشرح ثانيه بس. انت اللي جنبك اللي مش عارف. ماشي. يعني انت جاي بتقول انهم ما انتصروش لمنهجهم، هم عملوا منهج. ثانيه يا دكتور احمد بس، ثانيه. المنهج بتاع ثانيه. طيب كمايور مش هو استعاده النص الاصلي. ثانيه. استعاده النص الابتدائي، اختيار اقرب نص ممكن استعادته، مش نعم. النص الاصلي. يعني ايه اقرب نص ممكن استعادته من الاصل؟ يعني ايه الجمله دي؟ ايه اقرب نص ممكن استعادته؟ يعني ايه الجمله دي؟ معناها ايه؟ يعني هم بيستعيدوا ايه في الاخر؟ ايوه دي الجمله دي يمكن استعادته من النص. يعني كام في المية من النص الابتدائي مثلا؟ اقرب شكل ده. حاجه من النص الاصلي؟ هو حد يعرف حاجه عن النص الاصلي عشان تقول لي كام في المية من النص الاصلي؟ مش عارف حاجه عنه. لا بس السي بي جي ام بيعرف بدقه اكثر قراءه نسخت بدقه. اللي انت شرحتها غلط، اللي انت قلت قائمه على الاختزال ومش عارف ايه وجايه فين ومنين. الدقه دي مقارنه بالمتاح المتوفر ولا مقارنه بالنص الاصلي؟ انت بتدور على المخطوطه نون اللي لسه ما لقيناهاش. مخطوطه نون تحت الارض بتقول حاجه مخالفه ليه. يعني انت كل نقاشك كان في اي القراءتين هما الاصح من ضمن المتاح المتوفر؟ لا ده انا ماليش حق. ازاي بتكلم من ضمن المتاح المتوفر وما بتكلمش من ضمن الغير متاح؟ ازاي؟ ده انا ماليش حق فعلا. انا ماليش حق فعلا. ده ايه ده؟ معتمد على مخطوطات القرن الثالث. ده انا ماليش حق خالص بقى يا دكتور احمد. انما مخطوطات القرن الاول والثاني عيب نجيب سيرتها. انا ماليش حق خالص. ماليش حق ان انا اقول اللي اتقدم ان احنا نجيب سيره مخطوطات القرن الاول. انا ماليش حق ان انا اقول يا دكتور احمد دلوقتي ان هو بيقول ان النص بتاع الاديتيو كريتيكا مايور يمثل النص الاصلي. اتفضل يعني هات من ادخل مناظر عندك. في الاي ان تي اف مقال بعنوان ذا انيشال تكست. كان
كان في ان بيتر جاري بعت لتيموثي ميتشل بيشرحوا لبعض ايه معنى الانيشال تكست. شوف كلامه يا دكتور احمد. انا هبعت شايف لك كلامه اللينك، ومترجمه من هبعت لك خلال اللينك هوريك كلامه عشان بس ما تبقاش عندي على قدام الناس يا المدونة، دكتور عندي احمد على وعيب المدونة. وكده، وانت عارف وانت ما تعرفش ال مفيش سي بي مشكلة، جي ام اتفضل. اصلا وما تعرفش منهج تشايلدز اصلا. ف كده انا يا دكتور هلم لك الدور تشايلدز ما تقلقش. حضرتك لو تعرف انه ليه اي 30 لازمه اقوله، ما نعم. تعرفش انه ليه اي 30 لازمه خلاص ما تجيبش سيرته. لا يعني ايه يعني ليه 30 لازمه ولا ملوش 30 لازمه؟ والله بيبقى انت ما اللي تقوليش ما بتبقى صاحب اعرفش. انت الحجه، جاي هو اللي بقيت يقول. لا ادري هنا يا دكتور احمد. والله يا انت بقيت فندم لا ادري حضرتك هنا. عندك حجه قدمها، ما قول لي عندكش حجه قول لي ما قول لي تحتجش بعجز قول لي المقال. ادعاءات يا دكتور احمد في ايه؟ قول لي مفيش ادعاءات. مشكله، انت جاي تقول لي ما مفيش اعرفش مشكله. كل ما اقول لك هات لي كلام بيتر تقول لي ما جيري اعرفش. وبعد كده نشوف اللي انت بتقوله. هات كلام بيتر جيري وانا منتظر. اتفضل. طب لو عاوز جبت تقول؟ كلام بيتر جاري انتهى النقاش كده. طبعا انتهى النقاش، بس هتجيب كلام بيتر جيري بيقول ايه؟ بيقول اننا النص الابتدائي قادرين هو على النص استعاده الايه؟ النص الابتدائي اللي هو النص الايه؟ اللي النص هو الايه؟ في اختلاف ترمينولوجي منه، في اختلاف ترمينولوجي عن الاوريجينال تكست. لا ده مش كلامك بقى. من شويه ده مش كان كلام. كلامك ان هو النص الاصلي. ايوه طيب ما هات هو كلام انت عارف بيتر يعني ايه جيري اختلاف ترمينولوجي يا دكتور وبعد احمد؟ كده نقرا. هات دكتور احمد انت كلامه عارف يعني وبعد ايه كده اختلاف نشوف. ترمينولوجي؟ والله يعني ايه هات اختلاف كلامه ترمينولوجي يا ونشوف. دكتور احمد؟ والله يعني يا ايه فندم هات ترمينولوجي يا كلامه دكتور احمد؟ ونشوف. والله انت يا ما بتعرفش فندم انا معناها مش هقبل ان اصلا؟ انت تدعي على كلامه حاجه. هات كلامه ونشوف، ما ادعي؟ تستعبطش. انت مش عارف يعني ايه يا ترمينولوجي يا استاذ دكتور جو، احمد؟ استاذ جو بالراحه بس. ترمينولوجي مش عارف يعني ايه ترمينولوجي؟ حضرتك مصمم ما تقدمش اي دليل على اي حاجه، مصمم. انت دكتور احمد ادعيت ان انا خايف بيتر جيري اقدم لك قال دليل كلام، تقول لي ما هاته اعرفش. يا استاذ جو. ما فيش مشكله، ساعتها يبقى يبان ان انت. انما حضرتك عمال تقول هجيب لك واعمل وهجيب لك واعمل، وانت يا احمد مش عارف وانت يا احمد مش عارف، وانت ما قدمتش حاجه. طب ما انت قلت انت انك عمال مش تقول عارف. بيتر جيري قال النص الاصلي، وفي الاخر لما قلت لك النص الاصلي قلت لك لا ده ترمينولوجي مش النص الاصلي. طب هات بقى كلامه لا ونقرا مع لا بعض. استنى يعني ايه ترمينولوجي مش النص الاصلي؟ هو الترمينولوجي دي معناها عندك ايه والله اللي قال الكلمه يشرحها اصلا؟ يعني انت خلاص، محتاج انا اسف حد يشرح لك واحد كلمه ترمينولوجي؟ والله نجيب واحد من الشارع يشرحها. انا اسف حقك انت عليا. محتاج يا دكتور احمد انت محتاج حد يشرح لك لفظ ترمينولوجي يعني ايه؟ انت محتاج حد يقول لك هات كلام بيتر جيري غيري، يعني نجيب كمان واحد يقول لك هات كلامه. خد كلام بيتر جيري فوق اهو يا دكتور احمد ثواني اهو. خد يا دكتور احمد المقال فوق اهو. انسخ عايز حاجه تانية يا دكتور احمد؟ انت احتجت عليه، ما انا عارف المقال كله. اقراه انسخ بقى. لي وجه. اقراه. انسخ لي دلوقتي اقراه. يعني اقراه بعد يلا. وانت يا دكتور مش عارف وانت يا دكتور ايه معنى الترمينولوجي، ودلوقتي طب بتقول خد خد يا دكتور المقال احمد. وروح اقراه. خد يا هو ده دكتور احمد اخرك يلا. يا استاذ جو؟ خلاص هنسخلك يا دكتور يا احمد. استاذ جو انت انسخ لي بتسيح الاقتباس يا استاذ جو. انت احنا اهو. ولا والله يا استاذ جو عمرك ما هتقدم اجوبه. هو انت موجود بس اهو يا دكتور احمد تقول فوق لك في احمد ايه؟ عارف واحمد مش عارف، انما اجوبه ايه ده؟ مفيش. امال اللي انا بعمله ده طب انا ايه؟ ممكن احط لك اي مقال هو فوق اللينك واقول ده لك روح فوق اقراه. ايه؟ انا عاوز وجه الاقتباس، عاوز المكان اول اللي فيه اقتباس the definition of the اول term مقطع initial text اول must مقطع be carefully. اول مقطع في المقال. طب لو ما طلعش فيه مش ان هو اول بيقول على مقطع النص انا قلت اول الابتدائي ان هو اقتباس. النص الاصلي. اول اقتباس. اول اقتباس اللي هو اول فقره في بيج، ولا اول يا اقتباس حول اللي الله هو رب. فقره من first اول of، the ولا اول definition اقتباس of the term initial text. النص اللي انت حاطه فوق فاريانت حول الله يا رب. فين كلمه definition اول في اقتباس يا دكتور المقال؟ احمد. مش اول موجودة. اقتباس اعدي لك الباراجرافز يا دكتور احمد انت كمان. يا فندم يا فندم الرابط اللي انت حاطه طيب فوق بس. ما فيهوش اقتباسات. الرابط اللي انت حاطه فوق أصلاً. عنوان variant readings a question about the initial text of the New Testament documents. فين بقى بعد اول عباره a question about the initial text؟ فين؟ ولا الجريمه عندنا برضو؟ انت فيها يا دكتور احمد؟ انت مش شايف المقال؟ المشكله عند احمد برضو. انت دكتور احمد في مقال في كلام يا دكتور فندم احمد. هات الاقتباس يا استاذ جو. اهو يا دكتور وكل احمد. حاجه المشكله عند احمد، ما تجيب لي دكتور احمد في اقتباس. مقال فوق يا دكتور احمد. انت في ايه؟ في مقال فوق. وانا فتحت مقال من بيتنا يا استاذ جو. شكلك فتحت مقال من بيتكم يا دكتور احمد. شكلك فتحت مقال من بيتكم. This page semester for the first time in a long while I taught a few. فين الاقتباس اللي انت عاوزه؟ فين المقطع اللي انت عاوزه؟ ادي اول بوستد اون 6 يونيو 2020 باي واحد اسمه برنت نون جبري. ما تعرفش برنت نون جبري يا احمد؟ ابوس اي حاجه عندك ينفع تتباس يا اخي. هات لي الاقتباس. هو حطيته صوره يا دكتور احمد تقريبا يعني. ثواني احط الصوره. والله يا جو طول عمرك ما بتجيبش اجوبه. انت بس يا حول الله. احمد يعرف، احمد ما يعرفش اجوبه. لا يمكن. انت الصراحه يا دكتور احمد يعني يلا الحمد على لله. رايك المشكله عند احمد، يعني بيتر جيري كمان احمد اللي يروح يجيبه لك. حطيت الصوره يا دكتور احمد. طب واحنا هنقرا من صوره صغيره يا استاذ جو؟
طب ما انا حطيت لك المقال، انت عايزني اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه طيب يا دكتور؟ اجي لك بالتابلت يا دكتور ما احمد. تستعبطش، ما تميت يا استاذ جو. شاور لي، قول لي السطر اللي بيبتدي بكلمه كذا. هتخش النار يعني؟ ما انا قلت لك السطر اللي بيبتدي من ذا ديفينيشن يا دكتور احمد. طيب السطر اللي بيبتدي من ذا ديفينيشن يا دكتور اقرا يلا، اقرا واضح. وترجمه يلا. طيب السطر اللي بيبتدي من كلمه ذا ديفينيشن يا دكتور احمد، استحلفكم بالله يا جماعه ادخلوا وهاتوا لي السطر اللي بيبتدي بكلمه ذا ديفينيشن. هو انت مش شايفه كلكم يا بجد؟ جماعه، انت مش شايفه بجد؟ ادخلوا كلكم، والله حقك عليا، معلش هركب نظاره اقول هو لك انا إيه؟ عم ده انا حاطه صوره. هو انا ما انا داخل على الرابط اللي انت حاطه فوق، ما فيهوش الهبل ده. احفظها. اه دلوقتي ما عادش ادخل يا فيه صح أستاذ. ده. ادخل يا استاذ دارك. لا ادخل موجود اهو يا هتوش. استاذ احمد، موجود عادي. فين ذا ديفينيشن؟ سطر رقم كام؟ ثواني. موجود في موجود صح. ايه ده طلع موجود يا محمود؟ يا عم هتلاقيه كده مكتوب يعني متزحزح طيب تمام في النص يعني. طيب ماشي. موجود. The definition of the term initial text must be carefully distinguished from the هو طلع ولا ايه؟ ايه يا ابني هو يا تقريبا دكتور هو أحمد. مش في الروم اصلا. خساره خساره ما طلعش في الروم، يا خساره. هيجي تاني يا رب يجي تاني. انا مش فاهم حاجه. بص استنى، يجب تمييز تعريف المصطلح يا رب يجي تاني. ده نوع من نموذج النص الاصلي التقليد من ناحيه، من النص الاصلي المؤلف من ناحيه اخرى. الكلام ده كلام كبير والمعلم ما يستوعبش. طب ايه هنفضل مستنيين كتير؟ خلينا قاعدين يعني. طيب نفضل، عشان بجد انا بكره الجهل، والله بكره الجهل ومتنطع وجاهل. ماشي ماشي ماشي. منهم لله. السلام عليكم. عليكم السلام. هو انت ما عندكش قلب يا جو؟ ما عنديش قلب يا اخي، مش عارف ارحمه ليه، مش عارف. طب واحده واحده يا جو بالله عليك، الراجل عصبي عارف يا اخي، مرض وراجل كبير. واحده واحده بالله عليك عليه. الله يرضى عنك. قول له محمود بالله عليك شويه. يا جو ممكن تفهم العوامل اللي زي فاهم العوام. حاضر استنى بس يعني. مهم ايه دلوقتي يا محمود؟ المهم الوحمه يا محمود. استنى يا عم سالم، استنى يا محمود مش مهم دلوقتي يا محمود. اللي انت بتؤمن بيه ده في اللي انت لا يخضع لقوانين النقد النصي يعني ولا ايه؟ لا هو قاعد يتحايل عليا يقول لي اختار منهج نقد نصي يقدر يرجع للنص الابتدائي. جبت له. هي مناهج اصلا؟ طبعا زي الفل. هنفضل مستنيين قد ايه يا حبيبي؟ نفضل مستنيين قد ايه؟ طب حد معاك يا محمود؟ حد يبنج له يا محمود. طيب بنج. قال لك انا جايبها من بيتنا، جايب المقال ده من بيتنا. متعصب ليه؟ شكل غبي. عارف يا اخي، مش عارف. انت مش عارف ايه اللي معصبه، ايه اللي معصبه يا طايع. مش عارف والله، الحوار غريب بجد. مقال واضح يعني. ياه. طب ايه طيب وانا مشاغل؟ انت قلت له يا جو من شويه هجيب لك ايباد. هو انت عندك ايباد؟ قلت التابلت. انت عندك تابلت؟ عندي تابلت. بسم الله ما شاء الله. الله يخليك. يسوع ان شاء الله يبارك ويجيب لك. طب ايه؟ طب ما تساعده يا محمود. ساعده، ترجم له وهات له الحته اللي مش هو بيعرف يترجم المقاله يا عم. مش عارف هما اتنين مع بعض. انت طالع ليه؟ انا طالع اقول لك انا طلبت منك مناظره وانت كريت وليت ولقك. انت بعد اللي عملته في اليوم امبارح انت هتشوف مني حته معامله. محمود اصبر عليا. تعمل ايه؟ اصبر عليا. تعمل ايه؟ قال لك عارف المقال؟ فين الكلام ده في المقال؟ عارف المقال؟ مش شايف غير الكلمتين دول. عارف المقال. طب يا جو معلش ممكن تقرا انت المقال زي ما قولي يا عم بقى. قشطه ماشي.
هترجمه لك يا بعدين. شو لما حاجه بعد كده يا عم هترجمه لك بعدين بقى. انتظر رد. لا ثواني بس، ولا محمود وانت كنت عامل بلوك؟ بلوك. انا فكيت البلوك امبارح. مش حاسس. تمام ماشي. لا بس ده في الموضوع. تعرف يعني ايه طب احنا تكنولوجيا هنفضل يا كابتن؟ مستنيين كتير ولا نقفل ولا ايه؟ اقسم بالله ورايا حاجات، اقسم بالله. اقسم بالله شكلك ما وراك حاجه. انت كنت فاتح روم اصلا انت ودورك يا قاعدين. محمود يعني بعد ده كله، بعد ده كله انت فاكر ان انا خايف؟ قلت له بنت. لا مش كده يا مش عم. للدرجه دي يا محمود، يعني مش للدرجه دي، يعني هخاف من مين يعني؟ ناقصه ضحك. تخاف مني، تخاف مني. انا بخاف من انت محمود. صاحبك سالم هرب مني من المناظره بتاع امبارح. ايوه حصل. استحلفك بالله يا جو ما تعملش كده قدام محمود، استحلفك بالله. ايوه طب ما انا حاول. بحاول اهو يا استنى حبيبي. معلش، كرر الكلام اللي انت قلته عشان معلش. اكرر مش الكلام كله. لا عشان مش اللي فيها. ايوه ماشي، انا بسأل عشانك يعني. مش كده بقى. اول كلمه انت قلتها له اللي هو انا بؤمن مش عارف انا نص عندي كده ونص انا كده عندي من عين كذا منهجين، وكذا. انا عندي منهجين بتبعهم في المسألة دي، وهو طلع ما يعرفش منهجين. بتبع السي بي جي ام في تحديد القراءة الأصلية، ومنهج اسمه منهج تشايلدز في تحديد القراءة القانونية. كل منهج فيهم يحتاج تفصيل وليه منظرين وكده، بس ايه، بس ده مش وقته. بس هي الفكرة هو عايز يناقشني فيهم وهو ما يعرفش معناهم، فانا مستغرب. انت قلت مش عارف حاسوب حاجه كده يعني. الكمبيوتيشن موديل سي بي جي ام ده مش معتمد على مجموعة بص هو افتراضات. هشرحها لك. لا مش افتراض. هو السي بي جي ام ده موديل مؤسس على موديل مبرمج انه يعرف ادق قراءة نسخت بدقة في المخطوطات. فادق قراءة نسخت بدقة يعني اقدم قراءة موجودة بمعنى اصح يعني. فاهم قصدي؟ هو بيقول ان المنهج اللي بيوديك لاقدم قراءة موجودة ده ما بيوديكش للاصل. مش اقدم قراءة موجودة في المخطوطات، اقدم قراءة بناء على عملية حسابية يعني بتوصلك لكده. بس أيوة. فهو بيقول له ده غير قابل الحسابية دي للتطبيق استندت ومحدش لإيه؟ فاهمه. العملية الحسابية استندت لإيه؟ لما هي يعني مثال البعض بسيط. الالجوريزمز اللي بتعرف القراءة اللي بتفسر ظهور، اللي هو بتعرف خطأ الناسخ من خطأ الناسخ وهكذا. لا ده من طب احنا دخلت هنفضل مستنيين كتير ولا يا ده حود؟ من دخلت التكنولوجيا في النص الله يعين. ماشي يا حود. طب ايه؟ يا عم انا مش لسه اعمل له بينج تاني. طب نقفل طيب؟ يا عم اعمل له بينج تاني. ما هو اصلا هو بيكلمك كان في الشغل. طيب يا عم انا سامع صوت الزباين. براحتك. ماشي. ربنا انا ما يوفقه بحبش اللي ويفتح بيتنطع صدرنا. عليا يا محمود الصراحة، وخصوصا لو طلع جاهل يعني. الصراحة يعني مفيش حاجة عارفها. يقول لي السي بي جي ام، يقول لي ما اعرفوش، يقول لي هيطلع حاجة تافهة. بينجم. ايه اكبر منهجين؟ المنهجين اللي انت متبنيهم؟ لا في اكبر يعني. في مناهج بتحظى بقبول واسع من العلماء يعني، زي منهج الانتقائية العقلانية. ده منهج بيبقى مبني على قواعد، يعني مبني على مجموعة من القواعد وكده، زي الأصعب هو الأصح والأقدم هو غالبا الأصح وكده. وفي منهج تاني هو المنهج الأغلبي الموجود في أغلب المخطوطات، هو غالبا القراءة الصحيحة كده يعني. بس هو هيجي ولا إيه يا محمود؟ يا عم انا عملت له بينج زي طيب اما يجي اما نشوف. انت طلعت فين؟ السلام عليكم. بعد اذنك يا محمود ثانيه واحده. استاذ جو، اه طب هل انت جاي تحاور مكانه؟ لا انا